كالعادة اتحاد الكرة أو لجنة أو رابطة الأندية واقعين في حسبيس، لأن النادي الأهلي عنده مباراة يوم 29 مارس مع سيمبا التنزاني في تنزانيا. وكلنا عارفين إن النادي الأهلي بيواجه متاعب مع المنافسين التنزانيين رغم الفوارق، لكن عادي، ده مباراة الذهاب في دوري الأبطال. الكلام اللي اتقال ان في مكالمه رقيقه بين كولر وحسام حسن، هل ممكن نقدم المباراه بتاعت النهائيه بتاعت البطوله الدوليه من 26 الى 25، وتسيب لنا اللعيبه عشان ماتش اللي ياخدوا يعني اللعيبه عندها وقت ان هي تستعد. ودخلنا في الموال اللي حضراتكم فاكرينه، موال فيتوريا، لما الاهلي قال له سيب لعيبتي، قبليه الزمالك قال له سيب لعيبتي، فلما ساب للزمالك ساب للاهلي. كانت النتيجه انه خسر مباراه تونس والدنيا اتطربقت اياميها. مساله ان الامور تحل بمكالمه رقيقه بين كولر وحسام حسن، دي بتشير الى برضو الى حاله من الفشل في عمليه تنظيم الوقت بين المنتخب وما بين الانديه. واحد يقول لي طب هنعمل ايه؟ طب ما هي دي حاجه افريقيه او افريقيه، ودي مساله وديه. انا بتكلم على طريقه التعامل والحوار ومساله اسيب اللعيبه وما اسيبش اللعيبه. يعني بالتاكيد حسام مش هيقدر يسيب اللعيبه، لان هو اختار من الاهلي 9 او 10. فلو ساب اللعيبه او ان هو قدم النهائي اليوم واحد، الدنيا ممكن تتكركب مع المنتخب وتلاقي حسام حسن دخل في دوامه يعني مصيرها مش ظريف. بيهمني هنا مسألة التنسيق ومسألة التعاون لتحقيق المصلحة بين الطرفين، المنتخب والنادي الأهلي أو المنتخب والزمالك أو المنتخب وفيوتشر، أي نادي يعني. إنما مصلحة طرف تجور على طرف آخر، ده معناته إن مسألة التعامل والتنسيق بين الطرفين المعنيين، الاتحاد والنادي، ما تزال خربانة.